واتهمني في كل جيراننا الكبير والصغير. انا اسمي هناء. شايفه انا عمري قلت اسم حد غير الشخص اللي عايز يذكر اسمه في المشكله، يعني عشان انتوا بس بتتذاكوا تبقي انت حاكيه مشكلتك وقصتك من غير ما تحطي اسمك في جمله مفيده وتقولي بس اوعي تقولي اسمي، كاني هطلع اقول صاحبه القصه دي اسمها فلانه. يعني هي اسمها هناء وعايزه انا اقول ان هي اسمها هناء وعندها 24 سنه، انا مالي؟ ماليش دعوه. متجوزه من 16 سنه. ايه؟ لا هي متجوزه وهي عندها 16 سنه، لا مؤاخذه. شتتوني انتوا باللي انتوا بتعملوه. متجوزه وانا عندي 16 سنه، جوزي عنده 42 سنه. ما تستغربيش، هو كان جارنا وتقدم لي وانا في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي ده انت كنتي بتنطي الحبل وقتها اكيد. وبما ان بابا كان متوفي فعمتي ومامتي وافقوا وفرحوا جدا لان هم عارفينه كويس وشغله كان وقتها تمام، وماما ما كانش ليها رأي. وانا لما قلت لا انا عايزه اكمل تعليمه كلهم اعترضوا. وقالوا يبقى في حد تاني. انا نفسي اعرف الاعتراض على التعليم ده بيجي من انهي دماغ؟ يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فانتوا منين بتعترضوا؟ يعني ده حتى الدين ما قالش كده. استغفر الله العظيم يا رب. قالوا ان في حد تاني، انت اكيد يعني مش غاوية تعليم، انت اكيد فاشلة. سمعت منهم كلام كتير اذاني، وقالوا زيك زي بنت عمك. هو وقتها مسكتش بالرغم انه كان عارف اني مش موافقة، وقال هتجوزك ولو هخطفك. وضغطوا عليا وقالوا هتبقى جنب مامتك، وكان وقتها الكلام ده كبير عليا جدا اني استوعبه، بس لما قالوا هتبقي مع ماما فرحت جدا واتخطبت. تاني يوم سافر وانا دخلت دبلوم لان الجواز كان بعد سنة، يعني هو ما كانش قاعد معاكي كمان. ما كنتش طايقاه في الخطوبة وما كنتش بحسه بالرغم اني ما كنتش عارفة غيره اصلا، والدبلة ما كنتش بلبسها، وقلت لهم مش عايزاه. قالوا لي انت بتدلعي، انت هتدلعي علينا. رغم اني كنت بعمل معاه مشاكل كتير، بس حنية الدنيا كلها كانت فيه، ويشتكيني لاهلي ويقول لهم بحبها ومش هسيبها. المهم اتلبخت في المدرسة وانشغلت مع اصحابي الجداد، وفجأة مرت سنة وحددوا الفرح، وهو جه قبل الفرح ب10 ايام. ما كنتش حتى فاكرة شكله، يا نهار اسود. بس كنت فرحانة بالفرح والفستان والمسرح زي اي بنت، واتجوزت. كنت صغيرة جدا وجسمي كمان كان صغير عن سني، وهو كان بيحبني مش هنكر. عشت معاه ايام حلوة، بس كنت بحس ان في حاجة ناقصة. وحملت في ابني، وبعد سنة حملت في بنتي، ما شاء الله لحماهم في بعض. وكنت مكملة في المدرسة برضو، وفجأة لقيتني بكبر وعقلي كمان بيكبر، وبقى كل تفكيره ازاي يبعدني عن الناس. كنت متوقعة. كان بيغير غيرة فظيعة. ما تتكلميش مع حد، ما تروحيش عند حد، حتى شقتي ما كنتش بقعد فيها. كان بيوديني عند امي انه بيغير من اخواته، ده غيرة مرضية كده. حتى ولاد اخواته اللي في سني واكبر مني وكنت بتكلم معاهم ونهزر، وكان في الاول يشتمني ويهزقني. اوكي. والموضوع فضل يكبر لحد ما وصل لايه؟ ضرب. وكان يقول لي انا اللي مربيكي حقيقي، ما انتي واخدك توته خالص. والغيره تكبر، فضلت تكبر 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 لحد ما اتحولت لشك. ده على اساس ان هي ما كانتش شك من الاول يعني. بقى بيشك فيا لو خرجت البلكونه، يقول لي مستنيه مين اللي هيجي يعدي من تحت. حتى لو خرجت مشوار يقول لي انزلي، وفجاه الاقيه ايه في قفايا ورايا. حتى تليفوني لازم كل يوم يفتشه ويقول لي كلمتي مين النهارده ومسحتيه. لو قعدت سرحانه يقول لي بتفكري في مين. يا نهار اسود، حتى ده دخل فيه. المهم ان انا كنت بعدي كل ده. انتي بطل. كان تفكيري وقتها انه بيقول كلام وخلاص، لحد ما بقى بيشك في اخلاقي. يا نهار اسود. ويقول لي انا حاسس انك بتروحي لحد غيري. بقيت بتصدم من الكلام ده، وفي نفس الوقت مش قادره اقول لحد من اهلي، واتهمني في كل جيراننا الكبير والصغير ما شاء الله ما خلاش، وعمل مشاكل معاهم عشان وقفتي انا في البلكونه. فكل الناس عرفت انه بيغير عليا والكلام ده. فلما بقيت اجي اقف في البلكونه الناس كلها تبص عليا من كلام جوزي. حاولت اتطلق كام مره بس ما عرفتش، ويقول لي مش هسيبك تروحي لغيري، وبرجع. كل مره شكه بيكبر اكتر لدرجه اني بقيت اخاف اقف قدام المرايه، ده يا لو سبب لك مرض. لو عدى وانا واقفه قدام المرايه بيقولي بتزوقي نفسك لمين، ولو لبست حلو واللي بتعملي كده للناس. انا بحب اهتم بشكلي ودي حاجه بتضايقه. تعبت نفسيا جدا من الكلام ده، وقصيت شعري ورميت هدومي كلها،
وجبت هدوم اخويا لبستها، حتى جسمي وشكلي اهملت فيهم، وكل الناس تقول لي وشك مش بتعمليه زي الاول. وسبت نفسي 3 شهور لدرجه انه بقى بيتحايل عليا اعمل جسمي. يا لهوي. بس انا كنت كرهت كل حاجه في حياتي، وكل ده وهو برضو ما قدرش، وبقى يجي عليا واخواته يقولوا لي معلش ويغلطوا، بالرغم اني ما بقبلش الاهانه، بس سكت عشان ولادي. وانا حاليا عند امي بقالي شهر ومش عاوز يطلقني، يهددني ويقول لي عمرك ما هتبقي لحد غيري، وهخلص عليكي، هخلص عليكي وهيتم ولادك. انا كنت بخاف منه، حتى في الفتره الاخيره كنت بقفل الباب عليا وانا نايمه. انا مريت بحاجات كتيره قوي، مهما احكي محدش هيفهم. الفكره ان كل الناس بتقول لي اديله فرصه كمان عشان ولادك، بس هو كل مره بيقول كده، وانا المره دي خايفه، حاسه اني لو رجعت هيجرالي حاجه. اعمل ايه؟ وفي نفس الوقت مش عايزه اظلم ولادي ومليش غير ربنا. يا ريت تردي عليا، وعايزه اعرف راي الناس في الكومنتات. البنات بيدفعوا ضريبه جهل الاهالي اللي جوزتهم بدري. خلاص العمر عدى ومحدش هيقدر يغير قدر كان مكتوب له. بس اتمنى بقى ان الاجيال الجديده ده ما يحصلش فيها، يعني بلاش تجوزوا عيالكم في ثالثه اعدادي وفي ثانوي. سيبوهم كده يشموا نفسهم، يعرفوا الدنيا، فكرهم ينضج ويبقوا هم اللي بيختاروا، هم اللي عارفين. بالنسبه لك بقى انت، انا شايفه ان الانفصال احسن اختيار انت ممكن تختاريه في حياتك، بس بشرط واحد، ان هو ما يعرفش يوصلك، لانه لو عرف يوصلك هيأذيكي. هو مش بيحبك حب عادي، وبيحبك حب مرضي، فاهمه؟ فالحب المرضي ده ممكن يخليه يعمل اي حاجه انت ما تتوقعهاش او تتوقعيها. شيليلي ولادك خالص من الحسبه، لان يمين شمال هيتاثر عليهم، سواء كان بحالتك النفسيه اللي هو ضاغط عليها، او برجوعك لشخص مريض، او ببعدك عنه. ففي كل الحالات هيبقى فيه يعني تاثير، ولو بنسب مختلفه. فاتمنى من حضرتك ان انت لو هتبعدي وهتنفصلي، ان هو ما يعرفش يوصلك نهائيا. عايزه بقى تعزلي بقى، تسافري، تهاجري، وتقدري برضو تشوفي رأي السكاكر اخواتك في الكومنتات. يعني قلبي عندك والله.